السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللي اول مرة يشوف القناة يعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه النهاردة. هنعمل خلطة المحشي كده بكل اسراره وتفاصيله بطريقة سهلة خالص. اول حاجة طبعا انا ضربت طماطم في الخلاط، فرمتها في الخلاط كده ومن غير ما صفيتها ولا اي حاجة، وهحط عليها معلقتين زيت ومعلقة سمنة كبيرة، وهحطها على النار بقى لحد ما تتسبك. وهحط لها بقى معلقه من الملح، مش هضيف لها اي بهارات خالص، لان اما البهارات كده بتفضل على النار فتره طويله يعني بتضيع ريحتها وكده. فانا بقى مش هضيف البهارات غير في الاخر خالص. انا هنا بقى كنت سلقه الكرنب كده من قبلها بيوم ومقطعاه ومظبطاه كده. هنا بقى جبت كميه من البصل، يعني المحشي بيحب البصل وكده، لازم تكتري له في البصل عشان يطلع معاك طعمه حلو. دوم حوالي 8 بصلات كده. ومعايا كمية رز، هما ادوم حوالي كيلو ونص من الرز، حط لهم حوالي 9 بصلات كده. طبعا قطعتهم على ايدك او ممكن تفرميهم في الكبة. ودوم قرن فلفل حامي على قرن بارد. ودوم حوالي 8 فصوص من التوم او 10 فصوص من التوم. في ناس بقى ما بتحبش التوم على المحشي، بس صراحة التوم ده بيخلي ريحة المحشي في حتة تانية خالص. ودوم حوالي حزمتين من الخضرة، عليهم حزمة شبق. انا حاطه البصل ني بصراحه. انا جربت المحمر وجربت اللي هو الني بصراحه. الني ده افضل بكتير من ما تحمري البصله وتسبكيها كده مع الطماطم. طبعا انا ضفت لها بقى الصلصه اهوت وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره ومعلقتين سمنه كبار. انا كنت ضايفه طبعا معلقه في الاول كده مع صلصه الطماطم، واضيف برضو شويه من الزيت. وعايزه برضو تضيفي لها معلقتين صلصه معلبات او اي حاجه زي ما تحبي. دي معلقه هريسه شطه. هضرب بقى كل ده في بعضه كده. عايزه كل ده يبقى يمتزج كده مع بعضه. هقلبه كله في بعضه بقى كويس خالص كده. جربوا البصل الني في المحشي كده، بصراحه تحفه، احلى بكتير من اما تحمري البصل مع الطماطم. والمحشي كل ما زودت له البصل والطماطم والخلطه بتاعته والخضره والكلام دوت بيطلع معاكي حلو. هنا خلاص انا كنت قلبته بقى كويس. هبدأ بقى ان انا احشي. دي بقى الحلة بتاعت اللي انا هحشي فيها. انا فردت الورق الاخضر دوت، الاخضر خالص دوت. انا فردته كده في ارضية الحلة. ممكن انت لو حابة تفرشي بقى بصل وطماطم وكلام من ده زي ما تحبي. دي بس انا بحطها كده علشان ايه الشوية اللي في الارضية دوت ما يتحرقوش معايا. الرصة اللي هي في ارضية الحلة. هبدأ بقى ان انا احشي كده وارص جنب بعضه. وتظبطي بقى الرص بتاعك كده علشان يطلع كله مستوي زي بعضه. يا ريت اللي وصل معايا في الفيديو لحد كده ما ينساش اللايك يا حبايبي. هنا خلاص انا كنت خلصت حشو اهو. كنت عملت حلتين. الاخضر قوي دوت اللي فوق دوت ده كان شويه ورق من بتوع اللفت كده. كانوا فايض مني شويه رز، فجبت ورق اللفت دوت وحشيته. بيبقى طعمه جميل هو كمان في الحشو يعني. دي بقى ميه مغليه عليها ملح وفلفل اسود ومعلقه سمنه. انت بقى لو ما عندكيش شوربه هتحطي ميه بملح فلفل اسود كده على النار لحد ما تغلي، وهتزودي بها المحشي. ده انا حطيت اهوت للحله وبقيت ارجها يعني اهزها كده يمين وشمال علشان الميه تنزل معايا في ارضيه الحله. ممكن بس تحط كده يبقى على الوش وخلاص. انا عايزه الميه دي تنزل في ارضيه الحله خالص. يعني انا بهز الحله كده يمين وشمال كده علشان عايزه الميه او الشوربه اللي انت هتحطها تنزل في ارضيه الحله خالص.
والطبق اللي انا حطاه على الوش دوت علشان الصوابع ما تتفرطش مني كده وانا بحط الميه. اول ما يغلي بس ويشرب الميه هبتدي بقى ان انا اعين الاطباق اللي على وش الحله دي. هو اول بقى ما يشرب الميه، كميات الميه دي في الاول انا بكون معلياله النار خالص كده لحد بقى ما يبتدي يغلي معايا كده ويفيض بس شويه ميه صغيرين، ببدا ان انا اهدي النار تهدي. واول ما يشرب خالص ما يبقاش فيه ميه خالص خالص في الحله هتهدي النار خالص. يعني في الوقت ده انا كنت مخليه النار وسط، بعد كده بتهديها خالص وتسيبيه بقى لحد ما يستوي خالص. هنا خلاص كان شرب الميه كلها خالص اهيت. هبدا ان انا اهدي النار خالص واشيل بقى الاطباق دي انا بحطها دي حمايه لصوابع المحشي كده، ما تخليهاش تتفرط معايا وتفرط كل الرز اللي فيها. انا هنا بقى كنت هديت النار خالص عليه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، لايك واشتراك للقناه. في رعايه الله.